وبيبان إن الجمهور متحمس جدا علشان يشوف أعضاء الفرقة، واللي بتكون أول واحدة فيهم اسمها ميرا، وبنعرف إنها مصممة الرقصات المميزة في كل الحفلات. أما تاني واحدة بتكون اسمها زوي، وبنعرف إنها مغنية الراب وكمان مؤلفة الأغاني بتاعت الفرقة. أما آخر واحدة بتكون اسمها رومي، وبنعرف إنها المغنية الرئيسية ومؤسسة الفرقة من البداية، وإن والدتها كانت عضوة في فرقة غنائية مشهورة، لكنها للأسف ماتت في سن صغير وسابتها لوحدها. علشان كده سيلين أخدتها وربتها وكونت ليها فرقة هانتريكس. وبنرجع تاني للجمهور اللي بيكون فرحان جدا بأجواء الحفلة، وفي الوقت ده بنشوف مدير أعمال الفرقة اللي اسمه بوبي، اللي بيفضل يأكد على كل حاجة ويسأل المنظمين إذا كان في حاجة ناقصة ولا لأ، واللي بمجرد ما بيعرف إن الفرقة لسه ما وصلتش بيتصدم جدا، وبيتصل برومي وأصدقائها وبيسألهم عن سبب التأخير. فبتتصدم رومي هي وأصدقائها وبيروحوا يبصوا على الشباك، وفعلا بيلاحظوا إنهم بيبعدوا أكتر عن مكان الحفلة، وبيشكوا في طاقم الطيارة وبيستغربوا من تصرفاتهم الغريبة. وبعدها رومي بترجع تكلم بوبي وبتوعده إنهم هيوصلوا للحفلة في خلال دقايق. وبمجرد ما رومي بتقفل المكالمة بتلاحظ إن طاقم الطيارة بيتصرف بغرابة أكتر، فبتروح تتكلم مع واحدة منهم وبتسألها عن نفسها، وبمجرد ما بتشوف نقوش شكلها غريب على دراعها بتفهم إنها شيطانة. وفجأة الطاقم كله شكله بيتغير وبيتحولوا لشياطين مرعبين جدا، وساعتها رومي وأصدقائها بيستعدوا ويبدأوا يهاجموهم وهم بيغنوا، وبيقدروا إنهم يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وبسبب المعركة دي الطيارة بتتدمر بالكامل وبتكون على وشك إنها تقع، ووقتها رومي وأصدقائها بينطوا بسرعة وبينزلوا في مكان الحفلة وبيبدأوا يغنوا قدام الجمهور اللي بيكون فرحان بيهم جدا.